انه يحول الاشياء كيف ما كانت للايجابيه، بطاقته، بتفكيره، بطريقته. وانت لانك حلوه من جوا كنا سميناك زهرة التيار، فتنا اليوم على المركز لقينا فراشة التيار، بقى حتى بالتسمية سبقتونا. بدي اقول لكم انه كثير منيح انه تكونوا عم تعطوا هالنموذج هيدا محل بيلتقوا فيه الشباب بكسروان، مثل ما يصير في هيك بالبترون، بالكوره، بصغرتها. امبارحه بعثوا لنا الشباب صوره من زحله، بلشوا يعملوا بيت شباب بزحله. كمان بالمتن بعثوا لنا صوره عن بيت شباب بالمتن، بالشوف كمان عند غسان. معناتها بلشت الفكره تاخذ محلها وتتنفذ، وهذا شيء كثير اساسي للشباب تبعنا تبع التيار، يجتمعوا، يلتقيوا، يفكروا سوا، يتعلموا من بعضهم كيف بدهم يناضلوا، يتعلموا من بعضهم شو يعني يكونوا تيار وطني حر. ويلي بيبسط اكثر انه انا امبارحه جاي من باريس، بالمحل يلي اكثر شيء تعرض فيه التيار الوطني الحر بالعالم للتنمر. نحن امبارحه رحنا، ما بدي اقول تنمرنا على كل العالم، بدي اقول نمرنا على كل العالم، لانه فرجينا انه نحن مش اصحاب احلام ما بتتحقق، مش اصحاب نظريات. نحن ناس نعرف كثير منيح شو الصح وشو الغلط، شو بنقدر وشو ما بنقدر، وما بنسلم بس حدا يقلنا هيدي الشغله ما بتقدروا عليها. نعرف كثير منيح انه حجمنا كدوله اصغر بكثير من دول مرقت علينا، عملت احتلال، عملت وصايه، عملت رعايه اللي بدكم اياه، بس بالاخر لما في اراده حررنا بلدنا. وهلا الاراده موجوده عند التيار الوطني الحر تيحرر لبنان من الفساد، وهيدي مسؤوليه الشباب. يلي صار بفرنسا الاسبوع الماضي هو بدايه معركه تحرير لبنان من الفساد. مش امبارحه بلشت، بس امبارحه ترجمت لاول مره. تيبطل في شباب بلبنان بيقولوا لا ما حدا بيتحاسب، ولا ما حدا بيتوقف، ولا ما حدا بيتقرب صوبه لما بيعمل جرائم من النوع يلي انعملت. رياض سلامه هو الراس الكبير بلبنان وانكسر. هيدا يلي دفع اموال تشترى كل الناس، هيدا اشترى سياسيين، وهيدا اشترى قضاة، وهيدا اشترى اعلاميين، واشترى شرطه، قوى امن تتحميه من مذكرات توقيف. هيدا اشترى كل شيء وافتكر انه بيقدر يشترينا لإلنا نحن بالتيار الوطني الحر، وحاول بس ما قدر يوصل لمحل. نحن الوحيدين يلي قدرنا واجهناه لانه بقينا احرار، وما حدا قدر حط لنا سعر. مشان هيك التيار الوطني الحر وشبابه لازم يشوفوا حالهم انه هن ما لهم سقف وما لهم ثمن وما عندهم حدود بتطلعاتهم وباحلامهم. هالشي بلش يتحقق، واللي انبسطت فيه بباريس انه شفت شباب هن بقلب المعركه، لا هن ايدينا، هن نزلوا على الشانزليزيه، على البنايه يلي بدها ترجع للدوله اللبنانيه ولا تكون املاك اللبنانيين. هن كانوا بالتجمع وباللقاء يلي عملناه عم بينبضوا مثلكم وعم بيفرجوا عن اراده وتصميم انه هن شو ما كانت الصعاب بدنا نكفي بهالمعركه. وانا قلت لهم هونيك انه مثل ما صار وتحرر لبنان من احتلال او من وصايه، بده يتحرر من الفاسدين. وهيدي الإرادة بده يعبر عنها كل مرة التيار الوطني الحر، وكل مرة هالإرادة الثابتة، هالخط الثابت يلي ما بنزيح عنه، بس يلتقى بظرف خارجي أو بمصلحة خارجية بالقضاء أو بالقانون أو بالسياسة، كل ما يلتقوا بده يسقط حدا من الفاسدين بلبنان. سقط رياض سلامة، بس هيدي البداية من فرنسا وبعدها بألمانيا، ولاحقتها دول تانية مثل اللوكسمبورغ قريبا، دول أوروبية تانية، وإن شاء الله بأمريكا. ومثل ما سقط رياض سلامة بدهم يسقطوا سياسيين كبار يلي موقع رئاسة حكومة ما بتحمي رئاسة حكومة، يقدروا يفرضوا عليكم.
ما في موقع بيحمي الناس اللي عم بتمد ايدها علينا، مش بس عم بيمدوا ايدهم علينا بالمال، ما تنسوا انه مدوا ايدهم علينا بحقوقنا. والتيار الوطني الحر على طول مكتب له انه يكون واقف بالصداره عم يتلقى. ما بدي اعدد كل شيء، بس بدي اذكركم اخر مره لما قلنا هيدي الحكومه الفائده الميثاقيه والشرعيه والدستوريه اذا انتركت تجتمع بتلاقي حجه بالاول تقول في شيء ضروري، وانتم شفتوا اذا عملت شي شغله وحده ضروريه او مفيده. هلا شو صار الضروري عندهم نهار الجمعه؟ يعينوا هيئه ناصبه للقنب، هذا صار ضروري وطارئ ومستعجل. هيدا هو. وليه عم بيعملوا هيك؟ لانه اخذوا غطا وسكوت من مرجعيات روحيه وسياسيه كبيره بالبلد، واعتقدوا انه فيهم يمدوا ايدهم على حقوقنا. واعتقدوا انه بيرجعوا مثل مراحل سابقه بيشطبوا، بيهمشوا، بيقصوا، بيبعدوا الناس، ما بتفرق معهم. مشان هيك لما عملنا مشكل على موضوع الحكومه ما عملناه على شغله صغيره، عملناه على مبدا اساسي بالبلد ما بنقبل ان نحن ننزاح فيه. مشان هيك نحن بنمثل حقوق اللبنانيين وكرامتهم، كرامتهم وحقوقهم بمالهم وبدورهم بالبلد. وعن جديد بدنا نلاقي شباب التيار الوطني الحر فهمانين كل هيدا الشيء، فهمانين انه اذا هن ما عملوا هالمعركه ما حدا غيرهم بيعملها. اذا ما هن طالبوا وهن شافوا انه مطالبتهم مش جايه من فراغ، جايه من وعي، مش بس من حماس الشباب.